خلاص بقى يا سليمان، حرام عليك. مش معقولة كده. يوه. أنا اللي كان بيتحقق معايا مش أنت. ومالك فخورة قوي يا اختي كده، كأنهم كانوا بيكرموك في الداخلية. عشان أنا طول الطريق بقول لك إن المقدم علاء بيقول إن ورد ملهاش علاقة بالموضوع ده، وكان عايزني بس عشان تحريات يجمعوا معلومات مش تحقيق رسمي يعني. أنا بقى ساعتها أقول له على أي حاجة تانية ليه؟ ما الحمد لله ربنا ستر وعدها على خير. كل اللي حصل ده ولسه شايفة فيه خير؟ انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك يا حياة؟ هو في إيه بقى يا سليمان؟ الله، أنت عايزني يعني أتبرى من أختي؟ لا يا اختي، ما تتبريش من اختك، بس في سر بينك وبينها انا ما اعرفوش، هو ده اللي انا عايزك تتبري منه. مفيش حاجة أنت ما تعرفهاش يا سليمان، كله على عينك. بقول لك ايه، انت هتستعبط عليا؟ ما تجننينيش يا حياة. انت ما تعرفش انا قلت لها ايه بيني وبينها، وحياة ادم ابني قلت لها كلام اكتر من اللي انت عايز تقوله ده 100 مره. اختي يا سليمان، اختي الوحيده وخايفه عليها من السكه اللي متساقه فيها دي، وعلى كل يا اخي هو انا اللي مخبياها؟ ده انا ما اعرفش هي فين اصلا. كلمتيها وما فهمتش، نصحتيها وما اتنصحتش، يبقى خلاص ما نرميش نفسنا في النار معاها. ماشي يا سليمان، ان شاء الله ما فيش نار ولا حاجه. استني يا حياة، استني. الحكاية خلصت خلاص، من النهاردة لا هتقابلي ورد ولا هتكلميها لحد اما الليلة دي بلها آخر. احلفي على اللي هقولك عليه دلوقتي. خلاص يا سليمان، خلاص بقى هقفل الموضوع ده. والله العظيم لو ما حلفت يا حياة لاسيب لك البيت وامشي وما تشوفي وشي هنا في البيت تاني. هون عليك يا راجل. قولي والله العظيم ما هشوف ورد ولا هكلمها. احلفي.